اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة البيتي فور مع بعض، وصفة من أحلى وأسرع الوصفات اللي ممكن تعملوها في وصفات العيد. يعني هي بالنسبة لي كانت أسرع حاجة عملتها، أسرع كتير جدا من أي حاجة تانية، بس هي مشكلتها المكنة شوية بتبقى صعبة في الاستخدام. المقادير اللي هنكون محتاجينها يعني بسيطة جدا وسهلة ان انتي كمان تحفظيها. كوبايتين الدقيق هنحط عليهم ذرة ملح بسيطة جدا، وبعد كده كوباية الزبدة هنحط عليها نص كوباية من السكر البودر المنخول. كمان هنحتاج ايه الاول حاجه، بس معيار الزبده بنحتاجه ازاي او بنعرف ازاي كوبايه لازم تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ عشان تقدري ان انت تستخدميها. ما ينفعش ان انت تسيحيها وبعد كده تحطيها في الكوبايه وتعايري بيها، لا لازم تكون زي ما انتوا شايفينها كده. وعندي صفار بيضه واحده، وصفار البيضه هنحتاج عليه تذكرتين من الفانيليا. صفار البيضه ما بنحتاجش معاه البياض، بتفصليه وبتستخدميه بقى مع اي وصفه تانية البياض. وعندي هنا كاكاو خام او كاكاو العادي اللي احنا بنستخدمه في الشرب عادي، احيانا برضو بستخدمه. اول حاجه هعملها هاخد نص كوبايه السكر البودر، هحط عليها كوبايه الزبده وهخلطهم مع بعض لحد ما يبقى لونهم معايا يبقى فاتح تماما، ويبقى كده عاملين فوم معايا هتشوفوه دلوقتي زي بالظبط ما كنا عاملين في الغريبه. بعد ما اخلطهم كويس قوي مع بعض ويبقى بالشكل ده، طبعا وانا بضرب فيهم بالمضرب الكهرباء بنزل الحروف كويس قوي عشان الزبده كلها تختلط مع السكر ويبقوا بالشكل ده. ولازم ننخل السكر قبل ما نستخدمه عشان بيكون فيه حبيبات كده بسيطه مكلكعه ممكن ما ناخدش بالنا منها. بعد كده في المرحله التانية هنزل بصفار البيضه وهنزل عليها بتذكرتين من الفانيليا. وانا عشان موسوسه شويه وبقلق من الصفار البيض والريحه وكده حطيت 3 تساكر وطعمها كان حلو وتمام، ما تقلقيش منها. بعد كده المرحله اللي بعد كده هنحط رشه الملح الصغيره جدا على الدقيق وهخلط كويس قوي. عشان خاطر البيتي فور يطلع معاكي حلو لازم حاجتين مهمين، اولا الدقيق لازم تكوني واثقه منه كويس جدا ان هو كويس وتمام. وتاني حاجه معاكي الزبده لازم تكون كويسه ريحتها جميله عشان تطلع معاكي الحاجه كويسه. انا نزلت الدقيق كله ما عدا معلقتين اتنين، لو انتي هتعمليه كله فانيليا نزلي المعلقتين دول، واحتمال نحتاج عليها تعفير الدقيق بسيطه تانية. لو هتعملي زي بالكاكاو وبالفانيليا يبقى هنخلي المعلقتين الاخرى دول عشان خاطر هناخد الكميه الاول اللي هنستخدمها للكاكاو هنركنها كده، وبعد كده نضيف المعلقتين دول على الفانيليا. انا ضفتهم لان حسيت ان العجينه لسه محتاجه، احنا مش بنعجن احنا بنلم كله مع بعضه. هلم الحاجات دي كلها مع بعضيها وبعد كده هاخد العجينه هاخد منها 3/4 اخليه فانيليا وحاجه بسيطه خالص كده هخليها للكاكاو. انا بنصحكم صراحة بالفانيليا لان بيبقى طعمه احلى واطعم بكتير قوي، بس انا عملت بالكاكاو عشان خاطر بس اوريكم الوصفة بتبقى نظامها ازاي، يعني لو حد اول مرة يعمله وكمان تعملي ازاي يعني. بس هو بيبقى احلى بكتير جدا في الفانيليا. انا هنا اخدت الكميه الاكبر في الفانيليا والكميه البسيطه حطيتها هحط عليها كاكاو. طيب انا حسيت ان العجينه لسه بتلزق في ايديا، انت تعرفي ازاي ان هي بقت تمام؟ هتلميها كده هتلاقيها لا لسه بتلزق. هتحطي تعفير الدقيق مش معلقه كبيره، لا تعفيره بسيطه، وهتبداي ان انت تلميها. هتلمي تاني لقيتيها تمام في ايدك ومش بتلزق يبقى كده تمام معاكي، وهتركنيها بقى على جنب. طبعا الجلافز هنا كان مضايقني جدا فانا شلته بقى واشتغلت بايدي. بصوا بقى هنا كده بلفها كده على ايدي ما بتلزقش في ايدي، بتلف معايا تمام. الكميه بقى التانية هحط عليها كده معلقه كاكاو صغيره من معلقه الشاي كده، حطيت 3 معالق. وهبدا ان انا اخلطهم كويس قوي مع بعض لحد ما يختلطوا تمام. في المرحله دي لو حسيتي ان الكميه دي بتفتل معاكي او مش مظبوطه تحت ايدك هتحطي مكعب زبده. لو حسيت ان هي فرولت معاكي، بس هي طلعت معايا تمام الحمد لله ومحتاجتش زبده تاني ولا حاجه. بعد كده بقى جبت مكنه البوتيفور اللي تشيل دي يعني. لو حد عنده مكنه، في دلوقتي مكنه تانية بلاستيك كده طالعه حلوه قوي، وفي كمان القمع بيبقى كويس برضو احسن بكتير. لو انت بقى حابه تعملي الشكل يطلع لك نصه كده ونصه كده هتعملي زي ما انا عملت كده، هتاخدي الاتنين معاك مع بعض جنب بعض كده وتلفيهم وهتبداي تستخدمي المكنه عادي. انا هنا بقى المكنه اضغط عليها ما كانتش مساعداني خالص في الاول، كانت مضايقاني شويه، بس بعد كده بقى اشتغلت بيها تمام وكانت كويسه. هنا بقى في الاول هعمل الاول اللي هو بالكاكاو، يعني الكمية دي ما شاء الله عملت معايا حوالي 5 أو 6 صواني. كمية حلوة قوي وجميلة يعني، وتكفي معاكي فترة حلوة. ممكن تعملي كل فترة، مش شرط ان انتي تعملي كمية كبيرة وتقعد عندك بقى وطعمها يغير، لا الحاجات دي بسيطة وسهلة ودلوقتي مش شرط ان احنا نعملها بس يعني في ايام العيد، يعني في اي وقت ممكن تعمليها. هنا بقى ابتديت ان انا غيرت الموس لان في كذا موس ما نفعش معايا، شكله ما كانش حلو او ما كانش بيطلع الورديه معايا مظبوطه.
هنا بقى دي الكميه كده اللي عملتها، ما خدش وقت معايا خالص، هو بس المكنه لو شغاله معاكي كويس بتشتغلي على طول ورا بعض وتمام، وهما ما بياخدوش وقت لان انا عامله شويه صغيرين. انت بقى لو حابه ان انت تضاعفي الكميه، يعني بدل ما تعملي كوبايتين هيبقى 4 كوبايات، هتضاعفي كميه كل حاجه، هيبقى بدل بيضايه صفارتين هيبقى كوبايتين زبده، كوبايه سكر، رشه الملح والفانيليا زي ما هما. التسوية بقى، لازم التسوية لما نيجي ندخل الفرن طبعا لازم يكون سخن في الرف الاوسط على درجة حرارة 150، وتتابعيه لمدة ربع ساعة، ما بياخدش وقت معانا في الفرن، ربع ساعة بس. وبعد كده بتحطيه ايدك عليه كده، لو لقيتيه ما بصمش معاكي ولا علم يبقى تمام معاكي كده، طلعيه على طول عشان ما يتحولش معاكي البسكوت زي ما بوريكوا هنا اهوت. انا حطيت ايدي هنا لزق، يبقى ده لسه. هنا ده حطيت على ايدي لقيته تمام خلاص، ما خدش معايا ربع ساعه كمان في الفرن لان الفرن كان سخن كويس. اللي لسه بيبصم ده معايا سبته بقى في الفرن خالص لحد بقى ايه يعني، تابعته كمان 5 دقايق. لو سبتيه اكتر من اللازم هينشف معاكي ويتحول معاكي البسكوت، مش هيبقى بيتي فور بيدوب معاكي في بقك. تمام. هنا بقى هسيبه يبرد خالص، وبعد كده ده كده بعد ما استوى معايا بقى، بعد كده جهزت عندي ايه فارماسيه. وهنا المربى ديت اللي حطيتها في الاول حطيت عليها سنه ميه بسيطه وقلبتها عشان خاطر ابدا ادهن بيها واشكل بيها. ممكن المربى دي يبقى فراوله او مش المتوفر عندك. وهنا عندي الشوكليت الابيض والشوكليت الغامقه، فككتها كده على بخار الميه عشان تبقى سايحه معايا. ممكن بقى لو عندك ميكرويف تعمليها، ممكن اصلا تدهني ما بينهم شوكليت عادي، مش شرط يكون مربى. لو انت عايزه تلزقيهم في بعض. طب انت مش عايزه تلزقيه وعايزه تدهنيه من بره بس، هتدهنيه عادي بمربى او بالشوكليت. وممكن كمان تجيبي اللي هو غير الفارماسيه ده بيبقى فيه الفصوص اللولي الصغيره ديت، بتدهني كده من فوق حاجه بسيطه خالص شوكليت وتلزقي عليها شكل البيتي فور بتلزقي عليها اللولي فوق البيتي فور. ده كده الشكل بعد ما خلصت. تمام الحمد لله، الوصفه معايا طلعت حلوه ونتيجتها جميله. المقادير دي جميله قوي، ممكن تمشوا عليها ان شاء الله تعجبكم وتطلع معاكم من وصفه بسيطه جدا. اهم حاجه الدقيق والزبده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك، واشوفكم الفيديو